الجمهور العزيز، طاب مساؤكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوافر السعادة والمودة يطيب لي بداية أن أرفع خالص الشكر إلى كل ضيوف الجزائر من المشاركين معنا في هذا الموعد واللقاء الموسيقي الرفيع الذي أصبح موعداً عالمياً تجتمع فيه على أرض الجزائر القامات الكبيرة في الموسيقى السيمفونية من ملحنين وعازفين، ما جعل بلادنا ومن خلال الحرص على الارتقاء بالقيمة الفنية والتميز الإبداعي عاصمة لهذا اللون الموسيقي الذي حظي بتقدير خاص لدى كل شعوب العالم. وخالص التقدير أيضاً لكل المبدعين الجزائريين في الموسيقى السيمفونية على مآثرهم وإبداعاتهم. والأكيد أن الموسيقى السيمفونية ستظل من أرقى لغات العالم، كونها رسالة نبل وسلام ومحبة بين الشعوب. وفي هذا السياق كان اختيار تاريخ 16 من شهر ماي لافتتاح مهرجان الموسيقى السيمفونية موافقاً لليوم العالمي للعيش معاً بسلام، الذي بادرت به الجزائر وكرسته الجمعية العامة للأمم المتحدة كيوم عالمي من كل سنة، وهو ما يؤكد التزام القيادة السياسية في بلادنا وفي مقدمتها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بمبادئ نشر السلم بين دول العالم ونبذ الصراعات والحروب والاعتداء على سيادة وأمن الشعوب، إيماناً من الجزائر بأن الفعل الثقافي والفنون جميعاً خير سفير للسلام بين الأمم. ولذلك نهيب بكل الفنانين وأحرار العالم لنصرة الشعب الفلسطيني أمام ما يتعرض له من عدوان غاشم واعتداء صارخ على أراضيه الطاهرة. السيدات الفضليات، السادة الأفاضل، مرة أخرى أجدد خالص الشكر والتقدير لكل المشاركين معنا من الفنانين الكبار والعازفين في هذا المحفل السيمفوني الذي تشارك فيه 14 دولة، مع تقدير خاص لجمهورية الصين الشعبية المشاركة كضيف شرف، تكريما للعلاقات الثنائية الاستثنائية التي تجمع بين الجزائر والصين على امتداد عقود من الزمن. وأرجو للقائمين على المهرجان ولكل الفرق المشاركة التوفيق في العروض الفنية الراقية التي تستمتع أو سيستمتع بها الجمهور.